معظم الولاد بيفتكروا ان عندهم صحاب بنات وكمان بيبقوا مبسوطين بده، بس يرضوا ان صاحبتهم او خطيبتهم او مراتاتهم يكون عندهم صحاب ولاد؟ والبنات برضو بيكون عندهم زمايل وصحاب ولاد، بس بيقفشوا لما يعرفوا ان اللي مرتبطين بيهم يكون عندهم صحاب بنات. طب وليه اللفه دي يا جماعه؟ راحت فين الثقه؟ فقررنا ننزل نشوف الموضوع ده ليه علاقه بالغيره ولا التحكم الزايد ولا التناقض مثلا. تعالوا نشوف هم قالوا ايه. عندك صحاب او زمايل ولاد؟ اكيد طبعا. عندي صحاب بنات. طبعا. لا عندي. عندك صحاب بنات؟ كتير بصراحه. زمايلي في الكليه. ايوه عندي صحاب بنات. اكيد يعني. طبعا عندي صحاب ولاد. ترضى ان اختك او خطيبتك او مراتك يبقى عندها صحاب ولاد؟ لا، على حسب العلاقه. على حسب الحدود اللي هيحطها. لو صحابه عادي عادي قشطه يعني. اكيد لنفس الليميت اللي انا هبقى فيه مع زمايلي الولاد. هو عادي بس يبقى في حدود في المعامله. ترضي ان خطيبك او الولد اللي انت مرتبطه بيه او جوزك في المستقبل يعني يكون عنده صحاب بنات؟ لو دي حاجه هتبقى ليه حلوه او هتنفعه ما عنديش مانع طبعا. Baby, so what? لا اطلاقا. لا ابدا خالص. لا، هي ثقافه. ممكن يبقى له اصحاب في مناسبه فقط. اما لو عارفه عادي واثق فيه وهي واثقه فيه خلاص اوكي عادي. بس اكون انا اعرفهم يعني لازم. امال ايه؟ يغشمني ولا ايه؟ ده يبقى اسمه ايه؟ تحكم ولا غيره ولا عدم ثقه ولا تناقض؟ لا، تناقض. انا طالما عايز ابقى حر ادي كل الناس حريتها فعادي اوكي اعمل اللي انت عايزه. مرتبط بيها خلاص، ولا انا هكلم ولا هي هتكلم، مفيش مشكله. خلف انت بتكذب يا خلف. طبعا مش في رحله، خليك فريش. مش تناقض، بس هو زي ما هو ما هيملى حياتي انا برضو هملى حياته. غيره. طبيعي تحكم زايد. هي اول حاجه انانيه. طبعا لازم تعاملوا معاها وانا راجل يعني اسيطر عليها في كل حاجه. علاقه الرجوله بده. لازم ابقى مسيطر عليها في كل حاجه. تايجر اكبر وسيطر. ده لو انت كنتي رافضاه رفضا باتا يعني تفتكري ده يكون ايه مثلا؟ غيره ولا عدم ثقه ولا تحكم زايد ولا تناقض؟ لا، هو مش واثق فيها عشان كده بيفكر بالاسلوب دوت. حسب كل شخصيه كل واحد هو بيفكر ازاي، هو بيفهم ايه. عدم ثقة وغيرة. او لو لا بقى رافضه المبدا اصلا يبقى ليا وليه. لا عشان انا مش هبقى حابه كده. تيجي غيره وممكن عدم ثقه. هو لما بيبقى متحضر اكتر خليها تعرف ان هي تعرفه وهو يعرف ان هم يعرفوا، بتبقى زي الفل ان شاء الله يعني. كده في الحقيقه. اعرفي ايوه بالظبط كده. والله عرفت. انت بتنرفز ليه؟ مش عارفه اقول ايه. طيب فصلتي؟ والله العظيم فصلت. يعني مثلا بيبقى عقليته مش متحضره شويه ما. بس يا حبيبي، بس يا بابا. بس يا بابا. والله هي الدنيا كده يعني. كله بيبقى عايز نفسه في حاجه وصاحب وبتاع، لكن ما بيرضاش على نفسه. مقتنع باللي انت بتقوله؟ لا، بس هي الدنيا كده يعني، ما فيش حد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.